يقول الله تعالى هنا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الإنفاق تارة يكون سرا وتارة يكون علانية. سرا في صدقة التطوع وعلانية في الزكاة الواجبة. وقيل سرا لمن يخاف على نفسه العجب والرياء، وجهرا لمن لا يخاف العجب ولا الرياء. وقيل سرا لمن لا يعرف بالأموال، وجهرا لمن يعرف بالأموال. من لا يعرف بالأموال إذا أنفق جهرا اتهم بالسرقة واتهم بالاختلاس، لأن الناس لا يعرفونه بالمال، فينبغي له إبعاد للتهمة على نفسه أن يتصدق سرا. وقيل سرا لمن لا يتهم بمنع الزكاة، وجهرا لمن يخاف أن يتهم بمنع الزكاة. وعلى كل حال صدقة السر في غير الزكاة الواجبة أفضل من العلانية. قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. المسلم يتصدق لا يمسك المال. قال رسول الله لسيدنا بلال القى الله فقيرا ولا تلقه غنيا، القى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال كيف لي بذلك يا رسول الله؟ قال ما رزقت فلا تمنع، وما رزقت فلا تخبئ، وما سئلت فلا تمنع. ما رزقت فلا تخبئ وما سئلت فلا تمنع. قال كيف لي بذلك يا رسول الله؟ قال هو أو النار. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المراد بالكنز هنا عدم أداء الزكاة. في المال إذا أديت زكاته لا يعتبر كنزا ولو كان مدفونا، والمال الذي لا تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على وجه الأرض. إذن إياك أن تظن أن المراد بالكنز هنا دفن المال. المراد بالكنز المال الذي لا تؤدى زكاته. كل ما لم تؤدى زكاته فهو كنز. كل ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا، وما لم تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان ظاهرا. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه من آتاه الله مالا يبلغه بيت الله الحرام فلم يحج ووجبت فيه الزكاة فلم يزكي سأل الرجعة عند الموت. سأل الرجعة عند الموت فقيل له اتق الله يا ابن عباس إنما يسأل الرجعة الكفار. قال سأقرأ عليكم في ذلك قرآنا. قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي فأخرج الزكاة وأكون من الصالحين أي أحج بيت الله الحرام. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي فأتصدق وأؤدي الزكاة وأكون من الصالحين أي أكون من الحاجين. من لم يؤدي زكاته ولم يحج بيت الله الحرام ويملك من المال ما يؤديه إلى ذلك سأل الرجعة عند الموت. قيل ابن عباس إنما يسأل الرجعة الكفار. قال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
وذكرنا في الدرس الماضي أن الزكاة أو الصدقة تنجيك من مرض الشح والبخل. الشح والبخل اللذان إذا أصيب بهما الإنسان خسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. روي أن سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام التقى بإبليس. سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام التقى مع إبليس فقال: يا إبليس أخبرني من أحب الناس إليك وأبغض الناس إليك. فقال إبليس: أحب الناس إلي المؤمن البخيل، وأبغض الناس إلي الفاسق السخي. أحب الناس إلي المؤمن البخيل، يقول إبليس، وأبغض الناس إلي الفاسق السخي. قال: كيف؟ قال: أما المؤمن البخيل فقد كفاني بخله، يكفيني بخله، وأما الفاسق السخي أخاف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله. قال: المؤمن البخيل فقد كفاني بخله، لا البخل فيه يكفيني. فهو أحب الناس إلى إبليس، أحب الناس لإبليس المؤمن البخيل. قال: لأن بخله كفاني. وأما الفاسق السخي، فاسق ولكنه سخي، أخاف أن يرحمه الله تعالى بسخائه. وروي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الدينار والدرهم، ربي لما خلق الدينار والدرهم أخذهما إبليس وقبلهما وجعلهما على جبهته وقال: من أحبكما فهو عبدي حقا. إبليس لما خلق ربي الدينار والدرهم قبلهم ودرهم على جبهته، قال: من أحبكما فهو عبدي حقا. هذاك هو عبدي، قال لي يحبكم هذاك هو العبد نتاعي. من أحب الدينار والدرهم فهو عبد لإبليس، من أحبكما فهو عبدي حقا. إذن فيجب على المؤمن أن لا يكون عبدا للمال، عبدا للدنيا. يجب عليك أن تكون عبدا لله، تصرف الأموال فيما يحب الله سبحانه وتعالى، تنفق الأموال في مشاريع الخير. واعلم أنك لا تندم أبدا، والله لن تندم، لأن الله تعالى وعدك بالخلف: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. والملك ينادي كل يوم ويقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. البخل هو الذي يضرك، وأما الإنفاق أبدا. جرب واصرف الأموال وشوف. الإنسان اللي ينفق كيف صاحب البير، عند كبير نتاع الماء كل يوم تجبد منه، كل يوم يجيك ماء جديد، كل يوم يجيك ماء جديد. ولا خليت هذا الماء ما تجبدوش يتغير الحاسي ويخمر. هذا كيف المال، إلا قاعد تصرف منه ربي يجيب لك، صرف ربي يجيب لك. كيف ذاك الحاسي اللي جبدته اليوم غدوة تلقاه فيه كثر، تجبد اليوم غدوة تلقاه عامر. ولكن خليته ما يزيدش ويخمر ويتعفن. أخرج ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أخرج ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبدي أنفق عليك، يا عبدي أنفق عليك.